هنا المنتجات اللي هي متخصصة في معالجة مشاكل النتشة أو الرزعة اللي بتحصل في الفتيس الأوتوماتيك الأربع سرعات والست سرعات. طبعا أول حاجة بتكون متأكد إن أنت ما تأخرتش عن ميعاد تغيير الزيت، ده أول حاجة. تاني حاجة بتتأكد إن مستوى الزيت مش ناقص. تالت حاجة اتأكد إن القاعدة بتاعة الجيربوكس مش مكسورة. رابع حاجة اتأكد من الضفيرة الكهربية اللي داخلة للجيربوكس ذات نفسه. خامس حاجة اتأكد من كابل الأرضي بتاع الجيربوكس. دي الأساسيات اللي أنت بتعملها كلها علشان تتعامل مع مشكلة النتشة أو الرزعة اللي بتحصل وأنت بتنقل من الدي للآر أو من الآر للإن، أو مثلا من السرعة الأولى للتانية، من التانية للتالتة. العيب ده بيظهر باكتر من حاله. طيب عملت كل دول والمشكله لسه موجوده، يبقى هتستخدم الاول المنتج ده على الزيت القديم. ده فلاش متخصص في تنظيف الفتيس او الجيربوكس الاربع سرعات والست سرعات. بتضيفه على الزيت القديم وترفع السياره برضو عن الارض وتبدا تدي الدي وتزود الان، تستنى 5 دقايق الار وتزود بنزين. كل ده ايه؟ والاطارات الاماميه مرفوعه عن الارض. بتفضل شغال على الموضوع ده حوالي من ربع ساعة لنص ساعة. بعدها بتنزل كل الزيت القديم، مش كله بينزل، بيتفضل لسه شوية موجودين داخل الجيربوكس، برضو مش أقل من لتر ونص للترين. ففي حركة احنا بنعملها لو انت مش عندك الجهاز، وهي ان انت بتشغل السيارة وبعد ما تكون نزلت الزيت بتحرك عصا السرعات او الغيارات على كل غيار لمدة 5 ثواني، هتلاقيها طلعت مش اقل من نص لتر لتر. بعدها اقفل، حط لترين بس زيت الاي تي اف 960 بتاع ريزويل، هتلاقي صورته دلوقتي هتظهر في الفيديو. بتحط لترين بس وتشغل حوالي دقيقة، وبعد كده تروح جاي منزل كل الزيت بحيث تكون ضمنت انك نزلت كل الزيت القديم بالفلاش. حط الزيت الجديد بالمعيار الصحيح بتاعه، وبعدها استخدم الإضافة دي لأن هي ليها مفعول السحر في منع مشكلة النتشة أو الرزعة اللي بتحصل وانت بتنقل من الدي للان او من الان للار او من الار للبي ايا كان. يعني الاضافه دي مفيده جدا وانا عن نفسي جربتها كتير جدا. ده كده شغل الجير بوكس الاوتوماتيك.